نروح سيدنا بقى للسؤال اللي الناس منتظراه. بابا نويل هو القديس نيقولاوس. طب مين هو القديس نيقولاوس؟ القديس نيقولاوس طبعا ده شخصية حقيقية، ده أسقف في الكنيسة. القديس نيقولاوس حسب قصته الموجودة في السنكسار، نرجع اليوم 10 كياه موجودة قصته. والده كان اسمه إبيفانيوس، والدته اسمها تونا. ما كانوش بينجبوا لمدة طويلة، وصلوا سن متقدم يعني، لكن ببركة الصلاة والإيمان ربنا اداهم طفل سموه نيقولاوس على اسم عمه. كان له عم أسقف اسمه نيقولاوس. وكلمة نيقولاوس كلمة يوناني معناها ناصر الشعب. ناصر الشعب. لاؤس بكلاؤس صغار، لاؤس يعني الشعب. نيقولاوس يعني ايه؟ ناصر ايه؟ الشعب. ربوه طبعا تربية مسيحية جميلة، غرسوه في الكنيسة من الطفولة، لأن المسيحية روح تسقى مع اللبن. المسيحية مش كليريكية، مش لا، دي روح تسقى مع اللبن. والنقش على الحجر حلو قوي العبارة جدا. روح تسقى مع اللبن اللي هو النقش على الحجر، بس أنا أحب أقول روح تسقى عشان الأم وهي بترضع طفلها بترتل، بتقول لحن. يعني إحنا في مصر مثلا أي أم في مصر هنا وهي بترضع ابنها أو بتنيمه تقول له هو هو يا رب تنام، مش كده؟ هو هو دي أصلها هوسي إيروف، لحن الهوسي الثالث في التسبيحة. أمهاتنا زمان كانوا حافظينه، ولقوا إنهم يحطوا الطفل كده تمشوا بيه في البيت قبل ما يخلص اللحن يكون إيه؟ نام. يعني حتى الحاجات البسيطة اللي الأمهات بتقولها لأولادها طبعا هو ضاع منهم اللحن في الإيه؟ بس فضلت كلمة هو، لكن أصلها هوسي إيروف. الحاجات البسيطة دي اللي بتكون الشخصية بالظبط كده، لأن الوجدان بيتكون قبل العقل. الوجدان قبل العقل. الوجدان يعني مثلا ايه؟ مثلا العقل يقول انها كنيسه واحده، كنيسه ماري جرجس زي ماري مرقس زي العذراء، بس ممكن الوجدان يقول انا احب اصلي في الكنيسه دي. العقل يقول نكون واحد، لكن الوجدان يقول الحته دي، مش كده بس. زي ما الانسان بيحب المنطقه اللي هو ساكن، اللي كان ساكن فيها، ده الوجدان. عقله يقول له دي بقت صغيره، دي بقت زحمه، دي بقت وحشه، وجدان يقول له بحبها. ده في نفس الكنيسه بحب اصلي جنب العمود ده، صح في الدكه دي. الله، ما العقل يقول له ما هي كلها ايه؟ واحد. لا فالوجدان بيتكون قبل العقل. عشان كده سيدنا الام اللي مثلا ما تهتمش قوي بالبيبي الرضيع تحضر بيه القداس، تاخده للكنيسه، نقول اصل عامل دوشه خديه واطلعي بره، يعني لا ده هو بيتشكل وهو طبعًا. مش فاهم. لان كنيستنا الارثوذكسيه ما فيهاش مسيحي مؤجل. في بعض الطوائف في مسيحي مؤجل. يعني ايه مؤجل؟ يعني ممكن في طائفه بتأجل معموديته لما يكبر ويفهم ويختار. ده مسيحي مؤجل. ونقول لهم ايه؟ يعني ابني الصغير مش فاهم القيمه الغذائيه للبيضه مثلا او اللبن، مش بقول استنى لما يكبر ويدرس ويفهم القيمه الغذائيه ويقوم يطلب، لا، انا باكله ايه؟ على معرفتي، على ايه؟ على ضمانتي، وما يكبر هو حر. فاذا كان على مستوى البيضه وكوبايه اللبن انا بديله على ضمانتي، كم وكم الايمان. في طائفه اخرى ممكن تعمد صغير بس بتاخر التناول ايه؟ شويه، سن 9-10 سنين، برضه مسيحي مؤجل. كنيستنا ما فيهاش مسيحي مؤجل. من اول يوم يتعمد 40 يوم او 80 يتعمد في المعموديه، يخش يلاقي ابونا فاتح ايه؟ ستر، وحضن الاب عامل له كده، يخش يتناول، ونوصي الام من المعموديه والاب اوعى يفوت اسبوع غير لما يجي الطفل. ليه؟ لان الطفل حسي، يعني بيتعلم من خلال الحواس، ووجدانه بتشكل قبل عقله. فيجي الكنيسه وهو عنده 40 يوم كل اسبوع، عينيه تاخد على منظر الايقونات ومنظر ابونا، ودنه تاخد على الالحان والدف والمثلث، مناخيره يشم ريحه البخور، يدوق العسل دم بابا يسوع، مش كده؟ ايده تلمس الايقونه. فالطفل وجدانه يتشكل من غير احواس، وده اللي يخليه يحس سيدنا بالحنين وقت ما لما يكبر واي حاجه تاخده بعيد. شكرا. لو شم اتغرس، صح كده، صحيح، اتغرس. فالقديس نيقولاوس ابوه إبيفانيوس وامه تونا، وربوه كده بقى، ربوه غرسوه جوه الكنيسه. وهم فهموا حاجه هي الحلوه قوي. فاكرين موسى، الطفل موسى لما اتولد بعد كام شهر هيموت حسب ايه؟ امر فرعون زي كل الولاد. فامه وابوه حطوه في الميه
وامه خدته من الميه تربيه لحساب الملك. بنت فرعون تلاقي ايه؟ خذي هذا الولد وارضعيه لي واعطيك اجرتك. فإبيفانيوس وتونا فهموا كده ان ابنهم ده اتولد هيموت، ما هو طبيعه عتيقه هيموت 50 60 70 هيموت، فحطوه في الميه اللي هي المعموديه وخدوه يربوه لحساب الايه؟ الملك. كأن ربنا بيقول له كل اب وام يوم العاديه خذ هذا الطفل وربيه لي واعطيه لحسابي اقوى. فاحنا بقينا نربي ولادنا لحساب الايه؟ الملك. فالموضوع ده كانوا فاهمينه كويس قوي إبيفانيوس وتونا، ونفسي ان كل اب وام يفهموا الحته دي، بنربي ولادنا لحساب الملك وهناخد اجرتنا من الملك. الاحداث اللي بتعدي في حياتنا كبيره وصعبه وتحديات كتيره في تربيه اي اب وام في التطور حتى بتاع العصر، لكن ما اختلفش كتير الصعوبات، بس هو الشكل المختلف. ايام القديس نيقولاوس كل العصر فيه صعوبات بالظبط. لكن في الوقت ده احنا يعني اللي عارفينه ان هو اترسم او دخل حياه الرهبانه او اترسم قسيس في سن صغير جدا 19 سنه، وده غريب علينا برضو سيدنا. هل في التوقيت ده كان المعروف ان ممكن حد يترسم 18 19 سنه؟ اصله النضج الروحي مش لازم يمشي مع النضج ايه؟ الجسدي. يعني الانسان له عمر جسدي وله عمر عقلي وله عمر روحي، مش كده؟ فمش دايما مش مع بعض. في ناس عندهم نضج روحي متقدم، يعني مثلا قديس البابا اثناسيوس اعظم بطريقه كنيستنا كان بطل مجمع نقيا وعنده 20 سنه. صحيح. وبقى بطرك عنده حوالي 28 سنه مثلا. الانبا ميسائيل السائح وصل للسياحه وكان عنده حوالي 17 سنه. مكسيموس وميدوس كانوا صغيرين نسبيا وهكذا. اذا النضج الروحي ده العمر الروحي، وده نتيجه انه ايه؟ اتربى جوه ايه؟ كنيسه. ووعى عقيده الكنيسه وطقس الكنيسه وقديس الكنيسه، ولو على هذه الامور يضيف اعمارا الى عمره. صح؟ فهو من وعى هذه الامور في صدره اضاف اعمارا الى عمره. فهو ابتدى بدري. يمكن بنشوف انا شفت في الرهبانه الحبشيه ربما يكون اصغر من ايوه بالظبط كده. واحنا عندنا حتى في تاريخ الكنيسه المعاصر اعتقد كان نيافه الانبا ميخائيل مطران اسيوط ده كان مطران في سن مبكره جدا في بدايه العشرينات خالص. فالسن ان حد يصل لهذا السن بهذا النضوج، اعتقد سيدنا برضو يبقى البدايه كانت بدري زي ما نيافتك كنت بتحكي لنا. صح، البدايه بدري وكانت صح. كانت بدري وصح. ففي نضج روحي ممكن يبقى مبكر، هو ده اللي كان عند القديس نيقولاوس. اترسم بدري في سن صغير لانه كان مؤهل لده بالظبط كده، لان كمان الابوه روح، الابوه مش سن. لانه يكون اب لحد ممكن يكون اكبر منه سنا، والاكبر منه سنا يتقبل ده ويشوف فيه انه اقدر الجا له، انه يشيل مسؤوليتي، انه يكون راعي ليا. الموضوع ده برضو مش سهل، لكن بيحتاج لنعمه ونضج. صح؟ نضج. لغايه دلوقتي في كنيستنا ممكن نرسم كاهن عنده 30 سنه مثلا، وتلاقي واحد في الشعب عنده 70 سنه يصر يقبل ايده. احنا شعبنا جميل قوي 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 قوي. فاذا الابوه هي روح مش سن. ففي نبوه، في ابوه مبكره، في نضج مبكر، وده اللي كان ودي اتحققت في القديس نيقولاوس. دخل الاسقفيه امتى بقى سيدنا؟ هو اتولد تقريبا سنه 262 ميلاديه. تمام. اترسم اسقف تقريبا عمره 40 سنه، ممكن هو مثلا حوالي 302 تقريبا، 40 سنه تقريبا. وعاش في الاسقفيه حوالي 40 سنه، وتنيح سنه 342. طب ايه مورا بقى اللي هو كان اسقف عليها؟ يعني لو عرفنا ايه البلد طبيعتها. مورا، ساعات تقول مورا او ميرا. دي بلد في اسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا. سيدنا يعني احنا مبهورين بفكره ان يعني سانتا كلوز بقى اللي هو يعني هقول فتى احلام ولا صاحب السعاده بتاع كل الاطفال، صديق الاطفال وصديق الاطفال. يعني ليه اسماء كتير جدا ممكن نوصفه بيها. احنا النهارده موجودين في كنيسه على اسمه، وبرده ده مش متداول اننا نلاقي في مصر كنيسه، ودي الكنيسه الوحيده. لو بدات مع نيافتك بقصه الكنيسه هنا. الكنيسه دي اتبنت سنه 1910، يعني مثلا ليها حوالي 112 سنه تقريبا. الكنيسه اساسا بتاعت اخواتنا طائفه الروم الارثوذكس، معروفه باسم الكنيسه اليونانيه. فضلوا يصلوا فيها، وكان في جاليه يونانيه هنا. بعد 56 بداوا يقلوا،
بدأ يصلوا مرة في الشهر، قال له أكتر، بقى يصلوا مرة كل 3 شهور، يجي لهم كاهن من حتة، لغاية سنة 76 تقريبا الجالية مبقتش موجودة والكنيسة بقت مغلقة. بيهتم بيها راجل طيب جميل كده عامل في الكنيسة بس حلو قوي، اسمه عم بنايوتي، هو برضه يوناني بس كان بيخلي الكنيسة حتة من قلبه يعني ومن عينيه. أنا سامحني سيدنا، أنا شفت انتوا حاطين صورته هنا صح؟ طبعا ده هو اللي حافظ على الكنيسة، راجل أمين خالص. وأنا حصلته لغاية يعني 92 أنا حصلت. فلغاية 76 تقريبا توقفت القداسات، لكن فضل عم بنايوتي يخلي باله من الكنيسة ويلم ورق الشجر اللي بيقع، والكنيسة بتلمع ولا حد بيخشها، بس هو رقيبه جواه، راجل جميل قوي. ربنا يناح نفسه، واحتفلنا بيه وزفناه في الكنيسة لما مات. سنة 80 بقى سيدنا القديس المتناح أبا مكسيموس تفاوض مع الجمعية اليونانية صاحبة هذه الكنيسة واشتريناها سنة 80. برضه أحب أن أنا أقدم تحية لهذه الجمعية وإخواتنا اليونانيين، لأنه كان معروض عليهم لو اتباعت كأرض بس مش كنيسة بقى تتهد، ممكن تجيب يمكن أكتر من 10 أضعاف اللي الأنبا مكسيموس دفع. لو اتباعت ككنيسة، لو اتباعت لا لو اتباعت كأرض هي من غير ما بالظبط. اللي احنا كنيستنا دفعته ما يجيش 1 على 10 من سعر من اللي كان ممكن ياخد. لكن هم ناس حلوين قوي في سبيل انها تبقى كنيسه، قبلوا المبلغ البسيط اللي اتقدم عشان تفضل تفضل الكنيسه. في كنايس باسمه، ولكن لما كنيستنا القبطيه اشترتها بعض ابائنا الاساقفه في حته تانية يعني غيروا اسم القديس على اسمه مش متداول، والناس بتحب العذراء وماري جرجس والملاك، فغيروا الاسماء لاسماء متداوله. لكن القديس الانبا مكسيموس سنه 80 قال نغير اسمها ليه؟ طب ما ده القديس فين؟ في السنكسار، ونفسنا الناس تعرفه وتشفع بيه، فبحكمه شديده احتفظ بالاسم. فهو ده الكنيسه الوحيده التي تم الاحتفاظ باسمها. كان في كنائس اخرى بس اتغير اسمها، لكن هي دي الوحيده اللي موجوده النهارده في مصر كلها، كنيسه قبطيه باسم القديس نيقولاوس.